إلا الله لا إله 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 إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله علي رمضان قدر السلام عليكم لا إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاذكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يختفيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من طلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى خير ربه ملازما ما اختير له من منير ربه وويل لمن خاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخسى وأسى قال الله تبارك وتعالى وما آتيكم الرسول فخذوه وقال تبارك وتعالى فمن يحمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلام مهد السول وللتي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضيق وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني سوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل ما لم يتبين لكم كونه صوابا فإنه مما يوجه إلى خيركم الأجر والرضا والثوابا ولا تطلبوا الكرم بخير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من خير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وأهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة خاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا فقد أمره موحسه نصيحا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآله وصحبه سوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نصارك فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مختفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتح الرزق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يصفر بكل ما من الخير يستفيه فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى خيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهز الخطوات المرضية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله